طاقة برج العقرب للعزاب. طاقة برج العقرب للعزاب. برج العقرب، انا شايف ان انت بتمر بأزمة ما بينك وما بين شريك حياتك. أزمة ديت مسببة لك نفسية وحشة جدا جدا وعاملة لك فكر في دماغك. حاسس ان العلاقة ما بينكم انت وهو انتهت، ولكن العلاقة بتستجد تاني بعد عدتين، بس كتر المشاكل فيها مش حلوة، لان انا شايف ان في مشاكل جامدة جدا. شايف كمان ان شريك الحياة هنا شخصيته قوية جدا جدا عليك، ولكن هو مقيمك، يعني برغم الشخصية وبرغم المشاكل اللي ما بينكم الا ان هو مقيمك. بعد عدتين هيحصل طاقة حب قوية جدا جدا ما بينك وما بينه، لان الشخص دوت بيحبك بجنون، ما يقدرش ان هو يستغنى عنك، بيفكر فيك دايما، ما يقدرش يسيبك. شايف ان بعد العدتين هيرجع صلح، وصلح بطريقة كويسة جدا جدا، لان هيكون عندك بعد العدتين اخبار كويسة. كمان سكة الحب والمشاعر ما بينكم هتكون ماشية بطريقة إيجابية جدا جدا جدا، مشاعر عاطفية بطريقة كويسة. شايف كمان إن الشريك بيحاول إن هو يعدل أسلوبه معاك، لأن أنا شايف إن الأسلوب بتاع الشريك مش أحسن حاجة في طريقة كلامه، ولكن الشريك بيفكر إن هو يعدل أسلوبه معاك علشان العلاقة ما تنتهاش. فبالتالي شايف ان هو بعد ما يعدل الاسلوب معاك بعد عدتين هتكون المشاعر ما بينكم قويه جدا جدا. الخلاف والمشاكل اللي انتوا بتخشوا فيها والحزن والبكاء اللي الشريك بيسببه لكم، شايف برضك ان دوت مرحله وهتنتهي خالص. شايف ان الفرحه هتدخل ما بينكم بطريقه كويسه، وبدايه صفحه جديده كمان ما بينكم بعد العدتين دمت، انطلاقه في المشاعر وانطلاقه في الحب بطريقه كويسه. ولكن شايف ان انثى العقرب هي شخصيه عنيده جدا، بتعرف ان هي تعاند قصاد الشريك، ودوت اللي بيسبب المشاكل. لكن انا شايف ان الشريك مهتم بالامر جامد جدا، فلو في بلوكات هتتفك، لو في بلوكات ما بينكم هتتفك. شايف ان الشريك مهتم بيك وبيحبك زيادة عن اللزوم، بس كتر العند بتاع انثى العقرب هو اللي بيسبب المشاكل. خليني اقول لك ان الشريك بيفكر في بداية جديدة فعلا، وهي بداية ارتباط رسمي. فحاول يا انثى العقرب تبطلي العند عشان الامور معاكي تمشي، وحاولي تشيلي الشك، لان انت دايما بتكوني حاطه الشك ان في طرف ثالث في العلاقه ديت، وبسبب الشك دوت بيحصل ما بينكم الخلافات اكتر. شايف كمان ان هيكون ما بينكم بعد العدتين لقاء حلو جدا، لقاء مفرح. خليني اقول لك ان في ناس من برج العقرب والطاقه بتاعتها بتقول ان ممكن في خلال شهرين يكون عندها الخطوبه رسميه، وفي ناس خلال 3 شهور هيكون برضك في خطوبه رسميه. ولكن يا انثى العقرب حاولي تبطلي العند اللي انت فيه، عشان امورك فيها تغيرات للطاقه للاحسن. بس لو سبت العند زي ما هو فالتغيرات مش هتحصل. فحاولي تراجعي نفسك من تاني، وما تستفزيش شريك الحياه بتاعك. بطلي العند قصاده، حاولي انك تسمعي كلامه عشان بتبدا بدايه صفحه جديده ما بينكم، وبدايه باذن الله باذن الله هتكون موفقه ما بينكم جدا جدا. فحاولي ان انت ما تتعبيش شريك حياتك. وشايف ان بعد عدتين الامور هتبقى كويسه ما بينكم جدا جدا جدا. في طاقات لبرج العقرب عندها خطوبه رسميه في شهرين، في خلال شهرين، وفي طاقات تانية هيكون عندها خطوبه رسميه خلال 3 شهور.